واش راك لاباس؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ياسر واش راك؟ لاباس بخير. صحتك مليحة. وانت واش راك؟ غاية؟ غاية مليحة؟ لاباس الحمد لله. والله لاباس. والله راني معول نجي ندير حوار. ملي هضرت معايا حوار صح وقلنا مبدئيا. ايه هكذاك راني داير انا مبدئيا يعني. عطيت لك المبدا لكن ما كفاش الوقت بعد على بالي. والله سيتي بريفيو البارح باش نجي للمدية قال لي واسمو قال لك بن عنتر قال لي اروح للمدية قال لي ممكن نديروا حاجه في المدية. قلت له ودي انا نعرف غور قلت له كي يخرج يلبس البوط وما فيهاش انا والله كيف عيطت لك بتكون الصوره. انا كي رحت لغليزان انا في غليزان وفي الليل درنا مع الجماعه تاعنا تاع الحزب وكذا دونك جاو غليزان جات الجماعه تاعنا تاع شنو حموني وجاني جاو غاشي بزاف نيشاني كامل الجماعه. تقول لي نيشاني باغي يروح معك؟ شكون؟ نيشاني ما كاش منها والله مليح يخلينا فلان يروح. راه معايا نيشاني والله مليح راه معايا والله هو كيحموني كاع تعشرف وشافوني الدنيا كاع الله يبارك والله كاع معايا. لا الخدمه دوك البارح دوك كنا في غليزان هما جبدوك جاب لي حموني ونيشاني قالوا لي يا ودي رانا نشوفوا باش في الحزب هذا يعني اطارات تاع الاعلام وكذا حنا نبداو متوعنا جبدوك سي بالقالب يا حموني صاحب الشيخ صاحب الشيخ. انا كي دخلت فهمت دوك عيط لك ما كاش مشكل عيط لك دون ساتيسفي واحد قال لي رئيس ديوان قال لي يا ودي وميلف وكذا. والله راني حندير موضوع شوف رايح ندير موضوع وشوف بكل بساطه مع الوزير رايح ندير موضوع على الاشغال العموميه مش حاجه كبيره ولا ورا المشكل. انا على بها حبيت ندير باش نكون بروفيسيونال الى اقصى درجه. معاك فوالا حبيت باش نهضر معك. انا ما كتبتش تبع الاشغال العموميه من اللي بدات القضيه في 2006 ما دام طحت عندي معلومات قلت نشوف الوزير ورا المحل تاع الوزير من هذا المعلومات. لا دوك نفهم باش نفهمك بان انت في دماغك يكون ميت. نعم هذه هي سي دي بي في تاع العداله. نعم هكذا سيري دو بي في تاع العداله في القضيه. بون هذا تولي بي راهم عند الخبر راهم عند الوطن عند الاخر داك كامل عندهم كامل نورمال. مي قضيه لازم تفهمها قضيه الان لما تكون قضيه في العداله عندك كيفاش ما تقدرش تعلق عليها. هاي مفهوم. لا استنى نعطيك اللي تفهم انت باش تفهم حتى انت تفهم القضيه. انا حبيت انت باسكو دوك راني جايبك معايا في حزب ونتعاود والله انا والله ما نقدر انا نقول حاجه مع الوزير. انا الحزب كلش انا والله نبارك وكلش انا باش نتحزم والله ما نقدر. ماشي تحزم والله ما نقدر نتحزم يعني بكل صراحه. والله لا عيط لك هذا قلت لك انا كي هضروا معايا وكانوا الجماعه يعطيك الصحه بديت بتوعنا اطارات كامل تاع الولايه جبتهم كامل الاطارات الكبار فهمت هما هضروا عليك والله الا هما ضربوا في غير دونك انا جات لهم قلت لك انا فقط انت وليدي حبيت نفهمك فقط. نفهمك بيني وبينك الفيلم الدوسيه الفيلم تقدر تقول الفيلم باسكو لانه مساله سياسيه ما فيهاش كلام ما فيهاش. انا ماهيش قضيه ما يهمنيش ماشي باش ندير لك تصريح ولا حوار. قلت لك ندير لك حوار فيما يخص قطاع المشاكل العمومي خاطر القضيه هذا خاطر. اما القضيه شو نفهم القضيه الان في العداله بون الاشكال ورا انا تحب نقول لك واش عندي كم معلومات انا نعطي لك. شوف عندي 6 نقاط اللي جيت حبيت يعني نشوفهم معك. معلومه تقول بون خارج اون عندك قضيه تقول ابن ابو جره سلطاني توصل الى واحد الوقت باش يمد بروجي الكنديين كيفاش بوساطه في وثيقه رسميه. وكاين الحاج قويدري موصوف في هذه الوثيقه بانه رجل ثقه الوزير. هل هذا صحيح ولا لا؟ وكاين حاجه واحده اخرى هل ارسل الوزير شخصيا
واحد لفرنسا لمدير شركه ايجيس يمد باش يقول له على مستحقات تاعو. وحاجه واحده اخرى، هل شخصيه واحده واسمها طيب من مدينه شلف قام به هو اللي يوصل هذه الامور. هذه الاشياء كلها موجوده في وثيقه، معلومات جديده. ماشي معلومات جديده، هذه قديمه بيريمان مكتوبه كتبتها واش عمر كيسالي مثل مسا روح راجع هم بالديطاي هذو كاع اللي موجودين بالحرف، مش حاجه جديده. هادو سي دي بي في تاع سماع الجوج مع البدايه. هادو لي مونسونج خرافات. شكون اللي طلقهم خلادير كي كان برا فهم كيفاش كي داروا على لي زونكاتري يا اخي هو اللي داو الحبس. وبالتالي هادو كامل امور خرافات دارها هو لانه هو وبعض الناس كانوا متورطين. فهم كيفاش دونك لعب له دوبل جو. فهم كيفاش كي راح قدام قاضي التحقيق كيف يعرف الامور صابو السيد هذا اللي راه يرسل فيه كي شغل يدير ديفيرسيون يتكلم على حاجه هاك ويقلب حاجه ايوا كي راح صابو هو دخلوا هو الحبس. دوك هذه مش باليوم، هذه نعطيك انا فقط قلت لك باش تفهم مليح قضيه الوطن. دوك وهذا زيد حاجه اخرى في الملف تاع الوطن باش تفهم مليح. الملف تاع الوطن كامل دوسي اولا ما راحش منه سنتيم باش فهمك مليح. فهمت لان هذا بي في تاع التعقيد وقال خلادي قال فلان قال طيب قال الوزير سل واحد قال ولد بوجراد هو كان يطلق طرش وخلاص. بون وكل الملف هذا اولا انا كوزير تاع قطاع انا طلبت نقدم شهادتي وقدمت شهادتي مكتوبه في القضيه هذه بالتفاصيل العداله. قاضي التحقيق دار عمليه تاعو كي صاب هذا الخرافات تاع خلادي دخلوا الحبس. وبالتالي هذو لي بي في موش تاع اليوم تاع من البدايه. انا اللي اتهامات خطيره جدا هي بس خلاص بصح اسمع انت اتهام انت تصور اتهامات كيما هذه وهو وزير مازال كل عذره وزير. اذا عنده هكا جرام انت تصور دير روحك مع نفسك. بلاد رايحه لا شوف لازم تفهم. لا شوف لازم تفهم مليح. هذه ما كانوا له هذا يعني ملف حبوا يعني يسخنوه سياسيا. اطراف جات مدت لكم هذو على تمد لكم ضرب بس في ظرف سياسي قال استنى هاو غلب راه برز هاو تاج هاو كذا. انت قضيه كيما هذه كون قضيه مثلا تاع سنتيم اخي دوله شكون اللي دار التحقيق دار الديارس فهمت هما اللي داروا التحقيق كون لقاو هك عليهم. فهم كيفاش اولا يخلوه ترشح قبل التشريعيه يا اخي قبلها 3 حكومات لان القضيه وقت تشريعيه من 2006 صح من 2006 عاودوا لي راني في 5 حكومات 6 حكومات تبدلت صح جو سوي توجور. فهم كيفاش ما ماهوش هبال هذا الكلام البي في اللي يعطاولك كلام صابح قديم ماهوش جديد. سي دي بي في قام عندي دي بي في بالديطاي دي بي في تاع العداله. غدوه انت حتى انت تجي تكتب وقال قال غدوه مصدرك تقول لهم بي في ممنوع عندك يكون عندك بي يعني بي في ملكيه تاع عداله ممنوع. واش تقول؟ فهمت لان الناس هذو معليش يخرجوا هذا باش تفهم مليح اللي حمايتك انت. اما القضايا هذه باش نفهمك فيها كل القضايا هذه اتهامات دارها السيد هذا وضرب نفهمك القضيه ما دارها السيد هذا خلادي وبعض المجموعه اللي كانوا يدوروا معاه ذاك الوقت لينا وهموهم قال لهم اروحوا كسروا الوزاره وكسروا الوزاره ضرب الوزير وضرب الامين العام وضرب الشركه على ذاك الوقت. قالوا نكسروا الوزاره ووهموه وقالوا نعطوك حتى الوزاره ده غير يخرج نيمبورت كوا اخرت وكان برا يجوا له. لكن لما عيطوا له قاضي التحقيق راك تقول هكذا كذا صابوا العكس دخلوا الحق خلاو مشكل. دونك وبالتالي هذا كامل انا جاوبت عليه هذا قلت كل هذه خرافات واكاديميه وابارلين. واللي عنده انا نستند اللي عنده مثلا الان انت كي تقول فلان دا سنتيم دونك سي لا ترونسبارونس تروح لا فرنسا تضرب سير الاخر قال بسم الله هاي فلان دا سنتيم يجيبوا له الشيك. امين العام تاعي في البدايه قالوا عنده 200 مليون دولار في زبان راحوا قلبوا كاع زبان يا اخي الامده ما يلقاوش عنده سنتيم. راحوا لسويسرا راحوا كيما قال خلودي قال كذا ومن بعد
من عام تاعي انت كون عنده حاجه هكا يخرجوا هاو برا. دوك بالتالي قضيه دوك نفهمك فيها برا قضيه، لان حتى الملف تاع الاوتور بتفهم له، حتى الملف تاع الاوتورود السومه تاعو الاخر تاعو الشركه تاعو ماهوش انا ولا لانا اللي يعطينا له الموافقه، لازم تفهم مليح. الملف هذا قدم وزير الماليه شخصيا في مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء استقط عليه برئاسه بوتفليقه، وبالتالي ماهوش حتى انا قدمته مفهوم. حتى اذا قال مثلا قال اذا من باب مثلا مسؤوليه سياسيه، هذا رئيس الجمهوريه اللي قدم صح ولا تصدق عليه. والله ما على بالي مع الوزير. هسه الناس نزيد لك فهمك مليح في القضيه، نفهمك ليك انت في القضيه بتفهم مليح فقط. القضيه هذه لوطورود عطاو لها 11 مليار دولار هكذا. وعندي ما منوريك هنوريك الدوسي كونفيدونس يقولوا التكلفه وكان اخف تكلفه بارابول لي زوطورود في العالم. كاع الشيء هذاك اللي قال غاليه الفوق عندي الوثائق نوري لك والله رسميه. لا صدق. لا نفهمك حاجه اخرى، احنا مسؤولين ماناش نتكلموا. ثالثا قلت لك في القضيه قلت لك ما راحش منها، لازم تفهم مليح الدوسي تاعو. الدوسي تاع لوطور تندير انا بالدوف ناسيونال انترناسيونال ربحوا لي جابوني اللي شنو كيفاه صرا المشكل سيكو لي فرونسي ولي زاميريكان ذاك الوقت. لي زاميريكان باسكو اللي سويسنا ذاك الوقت سي باكتال تاع ديك شيري، باسكو كان بوش ستادير بوش خسر دوك راح له الصفقه في الجزائر، واللي لي فرونسي اللي سويسروا ذاك الوقت في لوطورود هما فانسي تاع ساركوزي. دونك خسروا لي فرونسي وخسروا لي زاميريكان. اسكو هذا الكلام صالح لنا؟ نقدرش لان حنا اسمع حنا اسكو نقدر ما نذكركش ونكتب براسك، لكن لا الاشكال وراه لا ماهيش قضيه هذا، لان الاشكال هذا واش لا مهم هذا المعطى. اسكو الناس مش الراي العام راه غلط، لانه ذو المعطيات ماهيش موجوده. لان انا واحد من الناس راك حطيتني دوكا في دوك نفهم في مشكل في راسي. دوك قصاص في صرا هكذا ديك تشيني وساركوزي فرنسي وباكتال الامريكيه، وبالتالي كي خسروا معناتها حابين بيان سور من ذاك الوقت من 2006 لان كي بدات القضيه لما خرجوا العروض ناضوا هما هيجوا كان اللي بعضوا له اوراق منا قالوا غاليه قالوا كذا قالوا كذا نوضوها. فهمتي؟ دونك هذه دونك الاشياء ما الراي العام على بالوش بها مع الوزير. انا دوك عطيت لي سكوب تخليني نخرج هكا بلا لا من بعد لانها ماشي مشكل ولا نقدر نكتبها بدون ذكرك اني ما جيت شفتك ما والو. قال المصدر قلت لك مسؤول يقول لا فهمتي انا الاشكال لا ما ندخلوش هذا مانيش حاب ندخل فرنسا ولا راه جاي ندخلوا لالجيري كونتر لا فرنسا. لا باش نفهموا مليح ما نذكرش ولا مازال ما فهمتش مصدر يعني مازال ما فهمتش. مانيش حاب انا دوك نخلطوا الزيارات يعني رئيس الجمهوريه جاي يشوف رئيس الجمهوريه ما نقدرش انا نخلط البلادي فاهم. نوني نفهم فيك في القضيه قلت لك اذا بتعرف القضيه ما تدوش. ثانيا قلت لك باش تفهم مليح القضيه هذه 11 مليار دولار اللي عطوها اللوطورود كامل مش عندنا هنا في الوزاره. عن مره راهي في البنك عند وزاره الماليه شكون اللي يشرف بالسنتيم سنتيم ما يخرج من 11 هذه الا وتدير فيزا تاع وزاره الماليه لانه في البنك، وبالتالي سنتيم ما يخرج. هذو اللي قالوا ما سنتيم ما خرج ما راحش سنتيم. كيف صرا هما ناس هذو باش تفهم هذا خلادي وهذا شاني وهذو اللي يقولوا عليه خارج لوطورود خارج الوزاره. واش داروا الوزاره تريتاو واش داروا راحوا اتصلوا باللي شينوا واش قالوا لهم؟ قال لهم رانا هنا باش ندير لكم اون فا انترودير في كل سيكتور تاع الجيري. كانوا لي شينوا خداو البروجي اون فا انترودير. هذو لي شينوا سي يسون بات باش لا نو اسمح لي ماشي بات ولا دروك هذا كاين ناس هذو عندهم في الخارج مديور نورمال خارج كاين دي بيرو دو كونسلتين هادو ما تيزون تركي دي بيرو دو كونسلتين الجيريا ما حناش دخلنا ما حنا حتى علاقه بينهم. هادو لي بيرو داو معاهم ما داوش حنا، لكن ما كانش واحد من الوزاره خرج سنتيم من الدراهم يعني تاع لوطورود وداه. ما كانش سنتيم من لوطورود تداو حتى هادو الناس داو خارج المشروع ما عنده حتى علاقه. اذا لا وزاره الاشغال العموميه لا لانا عندها علاقه بالمشروع، وبالتالي كما قلت لك انت الدوله سبحان الله كون لقاتها اي حاجه في الوزاره اي اطار في الوزاره تسجنوا. ما هذا الاخر قلت لك هذا اللي دخل في لونغروناج هذاك خلادي هو اللي خرج هذوك لي بيبي وقالوا فلان وسلم كامل الكلام هذا
هو وراح يعني كاين الناس اللي يحكمهم. ضيف الى ذلك في الملف هذا فهم كيفاش ما تلقاش حاجه والكلام كامل هذاك اللي تقول فيه واللي بينك اللي تحكي عليهم تاع فرنسا وتاع كل هذا بالتفاصيل هم كتبوا في الوطن كتبتهم سليمه ومن بعد تخلوا عليهم لان مع الوقت لما السيد كانوا لان مع السيد كان يهب فيهم كان يهب في سليمه ويجيب لها وكذا من بعد كي دخلوا في الحبس اخي عارفوا باللي السيد كان يخرط عليهم ولي بي دوك مع سيتادير هذا الدوس اللي تحكي عليه ما يجوش ضرب الناس ضروري كيف هذاك يجي لك تاع ملف تاع عمد يقيس يجيبوا لك ضرب سيتادير قالها استنى فهمت وبالتالي فهمت هذا ملف ميت. اثنين ملف انا مانيش باغي ندخلوا في صراعات ما بين امريكا والجزائر وفرنسا والجزائر لان ملف دخلوا هما في الاسلام. ثلاثه الدوسي انتهى. أربعة الدوسي عند العادة اللي دار أي حاجة التحقيق يعني اللي دار التحقيق الرسمي اللي فيريفا فلان دا سنتيم قال جيبوا لنا لا فهمت خلى ديالها حكموا عليه كيفاش كاين الكوسي لكن خارج المشروع احنا ما كناش عندنا حتى علاقة به لكن لما قاضي التحقيق حقق مليح هو عنده عامل في الحبس ولا لا إيه كيفاش وبالتالي إذا هذا الملف بالنسبة لنا أنا كشخص أنا ذاك بالنسبة للقضية وإلا كفى الأمين عام تاعي خرج مثلا لأن فيما يخص كل الملف أنا درت شهادتي مكتوبة بعضها لوزارة العدل فيما يخص الملف هذا ووضحت كله بما فيهم كاع القضايا اللي تحكي عليهم هذو كاع الخرافات ما كان حتى والله لا حاجة كاين وبالتالي أنت الآن ابقى مع عقلك وفكر قال كيف هذا رئيس الجمهورية كيف هذا رئيس الجمهورية هذا غور سيتادي كيف راني بوكو بليزامور تاع رئيس الجمهورية 2006 من 2006 ل 2012 عام 6 سنين نتعاود في 6 حكومات ولا 7 حكومات سي با نورمال يا سيدي ما يلقاوش عليا الديارس يلقاو عليا الجدرمي ما يلقاوش الجدرمي يلقاو لا بوليس يلقى البيرو ديتود انترناسيونال لان جا البيرو ديتود انترناسيونال وظفاته كذلك الرئاسه قبل ما صدقوا عليه دار ثان تحقيق فيما يخص التكاليف والاثمان هم هنا عندي الريزلت تاعو نوريهم لك فما يلقى بالعكس امور عاديه ضجيج زوبه على ذاك الوقت بالنسبه نوضوها خاصه الامريكان ونوضوها بكتالو فانسي والفرنسيين لكن نوضوها دون كال سونس ذاك الوقت وذاك نوضوها باش لان كان صراع كبير بينهم وبين لي زازياتيك لان دولهم المارشي فرنسا تعتبر هذا ولا السوق الجزائري دا خرجوا لهم اللقمه اما قضيه فهمت كيفاش لا كان لا الوزير عنده حاجه اسكو هذا الكلام صالح النشر ماهوش على لسانك بعد زياره هولندا ممكن خلينا ندرسوه ونشوفوا كيفاه ممكن بعد لا نقول لك لا لان ما جديد على امل الحوار لا ندلك انا لا لان لازم تفهم مليح لانني تفهم مليح انني والله ما حبيت نكتب حاجه ما تقدرش يا سيدي بلا ما نهضر معاك حبيت ندير طرافاي بروفيسيونيل لا شوف يا سيدي شوف اسمح لي مالوريزمون في البلاد هذه فهمت باسكو طرافاي بروفيسيونيل مثلا طرافاي بروفيسيونيل الناس اللي عطاوك البي في قالوا غول ارسل واحد لفرنسا بي في كان لكن تعرف مليح ما عطاوكش البي في للسيد هذا نفسه وراه مسنين قال ما نعرف غول ما لقيته ما رسلني ما كذا وكل الامور هذيك ندير تحت ضغوطات وتحت هذا البي في ما يعطونكش فهمتني صدي البي في يلغي بي في بيان سور لان كل الكلام هذا اللي تقول فيه كاين دي بي في تحب حتى مع الوقت نوريهم لك والله لا كان دي بي في تلغي هذول لي بي في دوك انت عطاوك بي فيات الاولى خلاص اللي قلت لك بدر خلادي قبل ما ندخلوا للحبس من بعد كي خلادي قال له مع السلامه كانك تقول بلي الوزير كذا قال لا جامي ابدا وقال كيف دوك تو لي بي في الغاو هذوك لي بي في وعمروا باللي الفوتيف منهم هذا الشاني وخلادي اللي يلعبوا خارج الاخر باللي الوزاره ما عندها حتى علاقه الامين العام ما عنده حتى علاقه الوزير بالعكس دائما كان يعني يرسلنا غير الاخر وجه الخروج معروف انا نتحداهم يروحوا العالم هنا والداخلين يلقاو على خوف ما فيش فهمت اللي عنده حاجه والله ماذا بيه يجيبها قالها فوالا بالمال دونك تو لي بي في هذاك تحكي عليه عطاوك ليزونس بي في مي كان دي بي في كاع تلغيها دونك انت باه ما تطيعش من جهه ومبورتافو مع العداله يعني اشكال مع العداله باسكو قال غدوه انت البي في قال تقرب على بي في قالوا شكون بي في عند من عند قاضي التحقيق وعند
مجموعه معينه تاع مؤسسات. دوك انت كيفاش تنشر البيبي يحيطوا لك تبدا في تحقيق اخرى ليك انت شخصيا. يعني مشكل اثنين قلت لك الناس هذو باسكو الاشكال انا والله كون جات القضيه مثلا عطاوك كاع لي بيبي وعطاوك المعلومات وقال روح اكتب دير انا انا الاول نقول لك فرص مي كي يعطيك حاجه وفي الوقت هذا علاش باش تفهم مليح في الوقت هذا علاش سياسيا يكسروا بالخاتم قال ما يصلحش ويحيى كعاب ما خلاص الجماعه هذو قال واش بقى باقي يقول قال نكسروا كيفاش قال نروحوا بصح اسكو كاين بديل هذا الناس معليش كسر بالخاتم لا انا ما كاينش كاين بديل هذا الناس اللي ما كاينش اعطيني بديل ما كاينش اسمع لازم تفهم مليح قضيه لازم تفهم مليح انا راني في هذا البلاصه غلقت الفانات على الناس تاع ولاد فرنسا والاخرين هذو المغطى والله لا يدوا سنتيم هنايا الا بلا ترونسبارونس ما قانون فهمت ساكن لي انا قبل النطور كان سكن عندي الامباسادور تاع امريكا هذا رايح وجاي بذرة حبوا يدوا بذرة قلت لهم لا ويدقدقوني كاع امتحان والله العظيم غير تروح بالبوان فيرغي دونك هنا الان فين قلت لك الناس هذو باسكو حابين يديروا الدوسي قلت لك يعطيك البيفي بخدي ما يعطيكش البيفي اللي هاو الامين عام يا اخي قالوا فيه كنت شفت البيفي الاول اداه 200 مليون دولار في امريكا في اسبانيا ورام كذا راحوا في اسبانيا قال الاخر راحوا شافوا الجزائر راحوا شافوا اقاربه شافوا كذا ما لقاوش عنده مغرف ما يشتهى الا الخلصه تاعو داروا ومن بعد هذوك اللي قالوا عاودوا جاوا قبل ما يخرج الامين عام بعد ما نادرت الكتابه قلت لهم ما نحط يدي في النار 10 سنين الامين عام تاعي هذا لا يتلاح المغرب ديفوندي الراجل اللي بيان سور من حقك من حقك ومن حقه لان كي شافوا الاخر تاعي الشهاده تاعي الحيه وشافوا يعني وراحوا يعني حوسوا كل بالك لقاو السيد هذاك اللي الاول قال خلاه يديو واحد اخر هذا الشهري داروا معاه قال لهم واش الامين عام هذا معاك تعرفوا قال ما نعرفوش ولا كنت تقول بلي كان معنا قال اسكو هذا الامين عام باسكو في البدايه ضغطوا عليه سياسي ضغطوا عليه قالوا له قول بلي عطيت لك مليار ولا 2 ملايين وجبتهم لك البيت جاء بعد قال كشمه قال لا هذاك نفس الشيء قال والله ما عطيت له سنتيم وكيفاه قال ضغطوا عليا وقالوا لي كل ما توجهش الكلام تهمه للامين عام وفلان رانا رايحين ندقدقوك وكذا الى اخره قال انا لا مغلوب لكن الان قدام قاضي التحقيق الان اشهد امام الله انني هذا بريء وعمري لا عطيت له عمري لا نعرفك ستة نفس انت شاف القبيله تاعك فهمت باش تفهم القصه هما علاش هما قلت لك ذاك الوقت امريكا وفرنسا ما داش قالوا هذا القطاع مفتوح كيفاش ردوه لازم نكسروا الوزاره كيفاش كسروا الوزير حوشوا بارتو انت الوزير فرنسا ما تديش انت تصور فرنسا ما تديش المشروع واذا الوزير هذا عنده سنتيم في فرنسا يخرب بلادها كنت تجبدوا لي وتفيشيه كاع وديروا في اورو نيوز كاع ها الوزير هذا طربقك عنده صح ها بسم الله هايا قال الوزير هذا يقول عنده كري واحد العام قال عنده وشرا مانيش عارف فيلا ب 5 مليون دولار وكذا في فرنسا جيبوها لي انا قلت لواحد قلت له جيب لك وقت تاعنا والله العظيم نكتبها لك في اسمك فرنسا انت يروح لها مشروع هذا تاع ساركوزي قد الدنيا وتبقى تفرج فيه وعندك حاجه 11 مليار دولار المشروع لان ذاك الوقت بوش ما ترشح وساركوزي هذا هو بوش كان مترشح وساركوزي مترشح للزوج اشار عليها مره يعني انيس رحماني في اللغه في النهار تكلم على هذا القضيه باللي في كيفيه الملابس كنت تجبد مره في تعمها نعطيك ريفيرونس او تكلم تحب انت في هذا الطريق دار كيفاش اللوبي الفرنسي والامريكي يحاولان لا قال كيفاش فبركوا وداروا الزوبه على انهم ما خرجوش وكذا وقال كيفاش بوش كان مترشح وساركوزي مترشح جاهم الاخر ما داوش لا ترونسبارونس قلت وزيد كيما قلت لك حنا تاع الاشغال العموميه ما عنده حتى دخل لان لازم تفهم مليح الملف كي دار تقييد مشى لوزاره الماليه وزاره الماليه لي ديبونس من ثم لا وزاره الماليه اولا هي اللي قالت الصفقه يعني كوريك وهي اللي قالت الصفقه ما يديش امريكا وفرنسا يديها الجابوني ولا الصيني هي الكاشي ماشي تاع وزاره الماليه اثنين الملف
زاد طلع حتى عند مجلس الوزراء هو رئيس الجمهوريه. ورئيس الجمهوريه ما هو قدمتوش، انا قدم وزير الماليه. كان قبل ما يجي اي ملف رئيس الجمهوريه هيشوفوا كامل وكذا ويدرسوا الخبراء شافوا درسوا وقالوا اسكو عندها علاقه بالاجتماع هذاك تاع بيير فالكون في جنان الميثاق مع بجاوي وبن اشنو؟ ما كانش هذيك الخرافه اللي كاع ما كاش منها بالضبط. هذه كامل خرافه. قالوا نديرها كونسي انتر مينيستيريال، مجلس وزاري مشترك ما بين وزراء. هذه ثاني قديمه، ومن بعد ثاني يا اخي ثاني بعد جا بي في الغاها ما كاش منها، لان باهي ندير مجلس وزاري مشترك لازم على بالك شكون؟ لازم رئيس الحكومه هو اللي رئيس المجلس الوزاري المشترك. كيفاش يديروا التجار؟ هذاك ثاني خرافات ما كاش منه خلاص. وهما واش داروا؟ هما الناس هذا شادي والاخرين كانت عندهم علاقات بكري وصحبه ولا صداقه ولا ليا ما بين بعض الناس. هذا شاني بكري يعرف بنا شنو هو، اللي يعرف شاكل واللي يعرف هذا طيب. دونك الناس تصوروا سيناريو، سقموا قصص وداروا. لكن القصص هذا احنا ما عندوش حتى علاقه لا بالوزاره لا بالاخر. والا قلت لك اللي جابوا القصص هم في الحبس الامن العام راه برا، والوزير قلت لك 7 مرات بسم الله. حتى التكلفه والله نوري لك غير هكا والله دقيقه باش نوري لك. مع المشكل وراه كيما تكشفش هذه الامور تبقى غير مكشوفه. لا الناس تولي تهدر. لاني انا تعرفني على مشكلتي واحد. انا مشكلتي تعرف واش ما زلت دير الرياضه فرح ماتش مليح. هو ماتش انا مشكلتي وراه لازم تفهم مليح. انا كوزير مسؤول ما نقدرش نتكلم ملف قانون عند العداله. الشيء اللي درته كشهاده كمسؤول درتها مكتوبه وكونفيدونسيال ورسلتها. فهمت؟ جابت النتيجه. الامن العام راه برا الحمد لله وكي فيريفا وما يلقاو حتى حاجه. اثنين الناس اللي كانوا فهمت كيفاش الاخر. وكان دي بي في كامل قلت لك نفس الشيء شاف كابيني. يجيني الواحد انت شاف كابيني في بروجي تاع 11 مليار دولار يقول له باللي اعطيه له 50 مليون سنتيم باش راح يحطه. يتقصروا بينا. ومن بعد هاو جي بي في يلغي واش يقول؟ قابلوهم قال تعرف هذا هو فعلا قال ما نعرفوش لقيته ما لقيتوش. قال فعلا عطيت له جامي عطيت له وكيفاش؟ قال انا قالوا لي وفعلا. دوك هاو بي في يلغي هاو شاف كابينو على ما شاف ما داوش الحبس. صابوا باللي كلام فقط لا غط ما عنده حتى علاقه. قال استنى نشوفوا الوزاره لان كان فيها ضغط امريكي وفرنسي. هاي يقولوا الاثمان يا اخي انت راك تبع راك شفتوا قالوا غاليه شوف كونفيدنسيال. هاو مثلا لي زوتور اون فرنسا ما بين لوكسمبورغ الايطالي يعني الطرق لي ديمونسيون المتقاربه يعني باسكو تكومباري دي شوز. ما تكومباريش مع تاع المغرب باسكو المغرب لا مجي بوجده هي طريق وطني دوفوار ما يوسعوا فيه زادوا له دوفوار ماشي لا فو اكسبريس لا اوتوريت نكومباري هنا بلوتوريت تاعنا كتوامن وكتوامن سي امبوسيبل. ها نوري لك هاهم كل لا. هذا البيروديتيد امريكا دار دراسه ما قبلها وخرجها لوطوريت ابري ويت. فهمت؟ لا سيانام يعني هذه تبع وزاره الماليه هي اللي خرجت الارقام. نوري لك هذا مكتب دراسات دولي هو اللي دار الاناليز تاع الافر. هاوش على خرجها هنا واش هي العوامل اللي يعني داخله في انفلونسون سور لي كود تاع لوطوريت. لو باساج كي تكون دو فوا ماشي دو فوا تروا هو كيما تاعنا اوتوروت بياج ولا ماشي بياج لا كاين كونتران تعديلي ولا ما كاش. اسكو في لو نورم اوروبيان ولا نورم لوكال اسكو كان لي في سيسميك لي في تاع السيت كذا هام كاع لا. ومن بعد شوف هاي لا كونكلوزيون تاعك هذا بيروديتي انترناسيونال. هاي شوف لا فرنسا يكومبار شحال مليون اورو للكيلومتر. مثلا لا فرنسا 8.8 اون بلان يعني في مامها لا في البطحه في البطحه كي تكون مسطحه مونطان كي تكون في الجبال اوتورت كي تندار في الجبال لكن بلا ما يكونوش فيها دي تونيل في الجبال برك 16 مليون اورو. كي تكون في الكيلومتر كي تكون يعني في الجبال وفيها يعني الاخر توصل 20 مليون 20 مليون. دونك المعدل كي تجمع هذا وهذا تقسم على ثلاثه المعدل تجيب 15 هذا اللي يكون في فرنسا دوك 13 في الاسبان الالمان 23.3 ليكسمبورغ 19.1
ليطالي 25 باسكو عندهم جبال بزاف، لا سويس باسكو الجبال زبل 47 لامريك دي نور 15 لوطوروت الجيريان حنا اخفض 7.32 نعم 7.32 لوك شوف اقرا لو كو دو لوطوروت Est Ouest a été comparé au coût des autoroutes similaires en Europe parce qu'elle est conçue aux normes européennes. التصميم تاعها il est très clair que le coût de l'autoroute Est-Ouest algérienne est nettement inférieur par rapport au coût des autoroutes similaires en Europe et en Amérique du Nord. دونك حنا قايمنا 7.32 مليون دورو للكيلومتر. نعم قال لك الزوبه الى اخره، لكن احنا فهمت كيفاش احنا علاش يعني ما نكسروش اللسان خاصه قلت لك الملف الان بالعاده احنا مخليين ما عندناش مشكل يعني الى اخره ورانا عارفين الصح ماناش متقلقين واش نقول لك مع الوزير بارك الله فيك يا رجل الله انا ما كان ماذا بيا في اطار حوار رسمي هكذا دوك انا انت راك حر ما تمتش الحوار ما تهدرش في حاجه كيما هذه الان. لا لاني فهمت انا نفهم نفهم عادي جدا انا كان ماذا بيا والله حوار في الاطار انا معك لكن نديروا حوار في القطاع خارج هذا نتكلموا لكن باش نعطيك الان باش كون نعطيك قضيه مازالت في العداله فهمتي يقول لك غدوه ها في تاثير العداله قانونا ما جاش والا نعطيك واش تحب كان مشكل. يعطيك الصحة مع الوزير واش نقول لك درك انا راك عطيتني دي زيكليراج واش ما تخليش انا خليت انا رحت انا حبيت نكون بروفيسيونيل الى اقرب الى ابعد الحدود. انا معاك مي لو بروفيسيونيل ما لازمش يكون مانيبيلي. انا دوك هذا كنا نشوف هذا مانيبيلاسيون يعطيك دي بي في يقدم وما يعطوكش لي كونت بي ورا من البي اللي يلغوا. اثنين ثلاثة التوقيت تاع الملف الآن. أربعة واش فيها فايدة الآن يعني الملف كما هذا للجزائر. خمسة ملف مازال من العدالة. ستة أنت غدوة هاك كتبت غدوة يقول لك غدوة يعيطوا لك في العدالة صح أنت طرقت لهذا الملف منين تكلم تقول لهم جبت من لي بي في شكون اللي يعطيك لي بي في؟ الأمور تاع العدالة لا معليش أنا نفهم فيك فهمت قلت لك أنا هاي ما عندنا حتى اشكال اللي فيها الخير بيجيبها على كل حال مع الوزير. يعطيك الصحه عطيتنا من وقتك كمان راك ماشي شكرا جزيلا مع بارك الله فيك. انا كان بودي والله كان بودي اني يكون عندي معك حاجه مباشره حول الموضوع مي بويسك سي كوم سا واش نقول لك يعطيك الصحه. انا ماذا بيا ما نديروا حوار في اطار الاشغال العموميه هذا هو وتبقى يعني تواصل معنا وتبقى مع رئيس الديوان وكذا ان شاء الله يعطيك الصحه مع الوزير بارك الله فيك. صحي السلام عليكم. شكرا صحه ربي يعاونك حمودي.